دلوقتي اهوت في المحل بتاعنا او الفيرتشوال ستور بتاعنا. تمام، لو احنا تعالوا نفتحه كده ونشوف دلوقتي ايه اللي بقى موجود فيه. طيب، زي ما انت شايف احنا لما فتحنا المتجر هتلاقي ان ظهرت قدامنا التصنيف اللي احنا كنا اضفناه بطريقه اوتوماتيك، وموجود تحتيه شوز وفستان. وطبعا لو انت ضغطت عليه المفروض يجيبك على المنتجات اللي جواه، بس احنا طبعا لسه ما اضفناش اي منتجات فبالتالي هنلاقيها فاضيه. فخلينا نرجع تاني للستور بتاعنا او المتجر بتاعنا، ونحاول ان احنا نضيف منتج. طيب هندخل على عرض المنتجات، طبعا متوقع ان احنا نلاقيها فاضيه. طيب، اضافه منتج، انت طبعا تقدر تضيف منتج من هنا او تضيفه من هنا، الاثنين في نفس الحته. اختار المكان اللي يريحك، احنا بس بنسهل عليك. وطبعا تحت منهم اداره المعاملات التجاريه واداره الاصناف اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي قبل كده. فلو انت ما شفتهمش انصحك ان انت تروح تشوفهم الاول. طيب، اضافه المنتج الجديد، هندخل على اضافه منتج جديد. لو احنا لما بندخل على اضافه منتج جديد احنا بنخش في عده مراحل علشان نضيف المنتج ده. زي اول حاجه الكاتيجوري بتاعه المنتج ده. تمام، فدي اللي احنا اضفناها في الحلقه اللي فاتت او في الفيديو اللي فات، فعشان كده هي ظهرت عندنا. عشان كده انا كنت بقول ان احنا لازم نضيف الحاجات دي قبل ما نضيف المنتج علشان ما نبقاش ما نعطلش يعني. فهنختار مثلا ان هو شوز مثلا، وهنكتب مثلا شوز مثلا. طبعا تقدر تختار العلامه التجاريه اللي احنا اضفناها برضو قبل كده. لو انت ما انتش حابب او انت شايف ان المنتج ده مش علامه تجاريه ممكن ما تختارش، بس انا هختار بما ان انا اضفتها. بعد كده بتدخل الكميه بتاعتك اللي موجوده، فانا هقول مثلا عندي 100 مثلا. وبعد كده هنلاقي عندنا هنا تو تشيك بوكس او يعني علامتين، حاجتين مختارين كده، وهو عرض السعر ومتاح للعملاء ولا لا. طيب، ايه موضوع عرض السعر ومتاح للعملاء ولا لا؟ عرض السعر معناه انت عايز تعرض السعر على المتجر بتاعك ولا لا. تمام، طبعا الافضل ان انت تعرضه علشان يبقى عندك ميزه تنافسيه، ان العميل بتاعك لما يدخل غالبا هيبقى عايز يعرف السعر بتاع المنتج على المتجر، مش متوقع ان هو ما بيشوفوش. بس هي احنا برضه حاطينها عشان لو في حد حابب ان المنتج بتاعه السعر بتاعه ما يتعرضش فممكن ما يختارهاش، بس انا عايز ان السعر يبقى موجود فاحسبه. الحاجه الثانيه هو متاح للعملاء ولا لا. ومتاح للعملاء معناه ان المنتج ده دلوقتي ممكن في الفتره دي انت موقفه، فبدل ما انت تروح يعني يبقى دايما موجود على المتجر بتاعك، انت عايز في الفتره دي ما تعرضوش، فانت تيجي هنا وتضغط عليه على التشيك بوكس دي ان هو ما يبقاش متاح للعملاء، فبالتالي ما يظهرش على المتجر بتاعك في الفتره اللي انت حددتها. تمام، فاحنا طبعا عايزينه يظهر. وهنقول سعر الوحده ده السعر اللي انت عايز تبيع بيه، ده السعر الاصلي. طيب، لو انت مثلا من الناس اللي هي بتعمل عروض وعايز مثلا تقول ان القطعه دي مثلا ب 100 بقت مثلا ب 80، لا في الحته دي انت بتضيف السعر الاصلي. اداره العروض بعد كده هنتكلم عنها في فيديو بعد كده. فانت بتضيف سعر المنتج قبل ما تعمل اي عروض. بعد كده هنتكلم عن ازاي انت ممكن تضيف عروض على المنتجات بتاعتك. هنقول مثلا ان السعر 100 ونشط يعني شغال. تمام، طب ليه كده؟ يعني في بعض الحاجات التانية بس مش في الحالة بتاعتنا دي، ان ممكن يبقى عندك حاجة ليها اكتر من سعر، زي مثلا الستوك يعني، او 12 قطعة مثلا مع بعض بيبقى لهم كذا سعر غير سعر الوحدة وهكذا. ففي هنا طريقة لإدارة الموضوع ده، بس في الحالة بتاعتنا احنا بنبيع الحاجة بالقطعة، فاحنا هنقول عشان كده ظاهر قدامنا سعر واحد بس وهو سعر الوحدة. تمام، فهنقول ان هو مثلا خلينا نقول ب 1000، بلاش 100 دي. تمام، نضغط التالي. طيب، بعد ما بنضغط على التالي بيظهر قدامك حاجه اسمها الوصف والمقتطفات. طيب، من اول هنا انت ممكن ما تضيفش اي حاجه غير بس الصور بتاعه المنتج. بس انا دايما برشح ان كل ما تضيف المنتجات دي كل ما تضيف المعلومات دي بتفيد بعد كده السيرش انجن او محركات البحث، وبتضيف كمان عميلك، وبتتعرض المنتجات بطريقه افضل. فلو انت يعني شايف ان انت عايز تسكيب الجزء ده او تعديه، ما تدخلوش يعني براحتك. وان كنت انا شايف ان الافضل عشان تتعرض بشكل افضل ان انت تضيف المنتج بطريقه صحيحه. طيب، خلينا دلوقتي بدل ما اقعد اكتب المعلومات دي يعني ويبقى الموضوع بيضيع الوقت، فانا يعني هاخد المعلومات دي كوبي كده من متجر يعني احنا كنا عملناه قبل كده. هختار مثلا المنتج ده كده اخد منه، هنعتبر ان احنا بنضيف المنتج ده طبعا. وهقول لك كل حاجه بالتفصيل هي عباره عن ايه. طيب، المقتطفات المقصود بيها زي ما انت شايف كده،
لما انت بتضيف منتج في عندي حاجتين، الوصف بتاع المنتج والمقتطفات. الوصف والمقتطفات الاثنين هم شبه بعض، بس المقتطفات يعني دي معلومات كده يعني خلينا نقول مختصره شويه عن المنتج، العميل عينه بتقع عليها الاول فيقرا المعلومات دي، يقرا المعلومات عنها، فبالتالي يكمل اذا كان المنتج ده بالنسبه له مهم ولا لا. فلو احنا جينا شفنا كده دي اسمها المقتطفات، معلومات صغيره، وتحت هنا ده الوصف او الديسكريبشن. تمام. احنا عايزين نخلي المنتج بتاعنا يظهر بالشكل ده كده، احنا عايزين يبقى قدامنا الصور وعندنا معلومات صغيره كده بتوضح المنتج ده، تحت منه مثلا المميزات بتاعته، وتحت منه هنا الوصف. طبعا الوصف يبقى بالتفصيل كانك بالظبط في متجر هو احترافي، معلوماتك احترافيه، كانك في ما تقلش عن اي منصه من المنصات المحترمه يعني الكبيره. فاحنا عندنا هنا الوصف، وعندنا المواصفات، وعندنا المراجعات، وعندنا البدائل. فهتكلم عن كل حاجه دول بالتفصيل. فاول حاجه دي المقتطفات، دي اللي احنا بنضيفها هنا. خلينا نيجي هنا كده، هنضيف المقتطفات دي هنا. فخلينا مثلا ناخدها من هنا بسرعه اهو، دي معلومات صغيره. وبعد كده الوصف هناخده برده من هنا عشان يظهر بالظبط شبه المنتج اللي انت شايفه ده. يعني في الغالب بيبقى المقتطفات اقصر شويه من الوصف، بس هما الاثنين نفس الحاجه. بعد كده تضغط التالي. بعد ما بنضغط التالي بنضيف خصائص المنتج. ايه هي خصائص المنتج؟ بص لو انت جيت بصيت هنا اللي هي المواصفات، مش انت مثلا لو بتشتري مثلا موبايل تبقى عايز تعرف معلومات عن المنتج دوت هو عباره عن ايه، يعني مواصفاته، البروسيسور قد ايه، الكاميرا، اللينث، كل الابعاد بتاعه الموبايل، الحجم بتاعه، يعني كل المعلومات دي غالبا العملاء بتدور عليها. هل دي في كل المنتجات؟ لا، مش لازم تبقى في كل المنتجات، بس لو المنتج بتاعك من شايف ان انت في حاجات العميل بتاعك بيدور عليها اكتبها هنا. تمام. فهنقول مثلا البروسيسور، هناخده من هنا برده كوبي كده، هنقول اسم الصنف هو البروسيسور. البروسيسور ده او الكاتيجوري الرئيسيه في الاصناف، لو انت بص هنا، بص هنا عشان برضه اوضحها لك، انا عندي مثلا هنا حاجه اسمها البروسيسور، كل المعلومات دي ليها علاقه بالبروسيسور. تمام. حاجه والتعريف بتاعها، حاجه والتعريف بتاعها. بعد كده في عندي حاجه مثلا اسمها جنرال، جنرال دي بتتكلم عن معلومات عامه عن الموبايل. وبعد كده مثلا عندي حاجه اسمها بطاريه، البطاريه موجوده، وفي عندي زي ما انت شايف كده بتعبر مثلا الفاست تشارجنج او الشحن السريع وهكذا، والتشارجنج تايب او اللي هو تايب سي او مش تايب سي وكده، والباتري سايز وهكذا. فاحنا عايزين نعمل نفس الشكل ده، احنا بنعمل ده هنا في الحته دي. فاول حاجه بنضيف المجموعه بتاعتنا، وبعد كده ندخل اسم الحاجه اللي احنا عايزين نعملها، وليكن مثلا البروسيسور نمبر، هنختاره هنا. وبعد كده اقول ان هو مثلا بالقيمه دي. تمام. وبعد كده ممكن تختار اذا كانت دي ميزه رئيسيه ولا لا. طيب لو انت ما اخترتش، لو انت اخترتها ان هي تبقى ميزه رئيسيه، اللي هيحصل بس ان هي هتتضاف فوق هنا. يعني فالميزه الرئيسيه العميل اول لما بيقف عينيه هتقع هنا، هيقرا الكلام اللي موجود هنا. فاول لما يقراه كده هيجي على الحته دي، دي الحاجات اللي هو بيدور عليها، فبناء عليه يبدا بقى ينزل يشوف بقيه المعلومات عن المنتج بتاعك. فلو هي بالنسبه لك شايفها ميزه رئيسيه اضيفها، لو هي مش ميزه رئيسيه ما تضيفهاش. طيب سؤال، هل تاني يا جماعه، هل انت لازم تعمل كل المعلومات المعقده اللي انا بعملها دي؟ لا، بس زي ما بقول لك، انا بقول لك ان الحاجات الافضل عشان دايما المنتج بتاعك يتعرض بطريقه افضل. لو انت شايف ان هي مش معلومات مهمه ممكن عادي تعديها، زي ما انا ممكن هعمل دلوقتي اهو. بص لو عملت التالي مفيش اي مشكله، مش هيقول لك اي حاجه. طيب خليني بقى ايه، اضيف كمان منتج كده، اضيف كمان حاجه بسرعه ونعدي بقى الموضوع ده. انت فهمت الفكره بتاعته. بص بقى موجود عندي بروسيسور اهو. لو انت عايز تضيف حاجه تانية ممكن تقف على اذر او الاخرى يعني، وانت كده كانك بالظبط عملت حاجه تانية. طيب خلينا بس نكمل دي بسرعه كده اهو. انا لسه في البروسيسور، هقول ان ده نمبر اوف كورز، ونقول ان هو اوكتا اهو، وهنقول ان دي مش ميزه رئيسيه المره دي، مش هختارها. انا كده حطيت حاجتين اهوت. طيب انا كده خلاص ضفت البروسيسور، بس انت بنفس الطريقه تقدر تضيف بقيه الحاجات. يعني انا عملت بس دي، اخترت هنا البروسيسور وضفت بس اول حاجتين من هنا. طبعا انت تقدر تختار بعد كده او تعمل حاجه جديده اسمها جنرال وتضيف النتورك تايب والموديل تايب وهكذا، وزي ما انت عايز تعمل يعني. بس انا هكتفي بدول بس عشان الوقت، وهضغط التالي. طيب خلاص كده احنا كده وصلنا للنقطه اللي انت ممكن تضيف فيها صور المنتج بتاعك. فانا هفترض ان انا هجهز بس الصور الاول وارجع له.
طيب انا جهزت بس شويه صور كده بحيث ان احنا نقدر نستخدمها يعني. طبعا كل الصور دي يعني حاجات مش حقيقيه، فانا هضغط هنا كده. طيب هنفترض ان ده المنتج بتاعنا، انا بس اخترت صور موبايل بحيث ان هي تبقى يعني معبره اكتر، وضفت الصور بتاعتي اهيت كلها موجوده. تمام. بعد كده هضغط التالي. خلاص انت كده خلاص خلصت، اعمل بس انهاء. تمام. هياخد بس شويه وقت على ما يحفظ المنتج الجديد ده. بعد كده المفروض ان انت ان شاء الله تلاقيه بقى موجود عندك في على الستور. تمام. خلاص احنا كده اهو ضفنا شوز. طبعا يعني هو مش شوز، بس يعني اخترنا عملنا في الاخر موبايل، بس مش مشكله. انت فهمت الفكره يعني. تعالى بقى احنا لو جينا هنا وعملنا ريفرش، ظهر قدامنا المنتج اللي احنا اضفناه زي ما انت شايف كده بقى موجود. لو احنا ضغطنا عليه كده هنلاقي ان الوصف اللي هو المقتطفات اللي احنا اخترناها، وبعد كده الميزه الرئيسيه اللي احنا اخترناها برضو، وبعد كده صور المنتج. تمام زي ما انت شايف. طبعا الثيم ده يا جماعه لو اول مره انت تشوفنا، ففي فيديو قبل كده احنا اتكلمنا ازاي ان انت تعمل المتجر وازاي ان انت تضيف الثيم. فدي حاجه انت ممكن تختار، انا بس اخترت الثيم دوت فمفيش اي مشكله. وفي عندك هنا الوصف، وطبعا المواصفات. لو انتوا فاكرين احنا بس ضفنا البروسيسور وقلنا ضفنا حاجتين، فهم الحاجتين ظهروا عندنا. فاضل بس اقول لك ايه هي المراجعات والبدائل. المراجعات دي يعني الريفيو او الناس بتقول ايه عن المنتج بتاعك. والبدائل لما انت بتضيف كذا منتج تحت نفس الكاتيجوري، العميل بتاعك ما عجبوش المنتج ده يقدر يختار منتج تاني شبيه، فبالتالي يبقى فرصه ان هو يقفل الديل معاك تبقى اعلى. طيب خلينا بقى نرجع نشوف كده شكل المتجر. طبعا احنا ما عندناش غير منتج واحد، فالمنتج هو اللي اتعرض قدامنا هنا. تمام. فلما نضيف بقى بقيه المنتجات ان شاء الله هيبدا ان هو يتحسن معانا. طيب انا كده خلصت. معلش الفيديو ده يعني ممكن يبقى طول شويه، بس يعني حاولت اختصره على قد ما اقدر. ان شاء الله في الفيديوهات اللي بعد كده ممكن نضيف كمان منتج بحيث بس انه نظهر شكل المتجر، او ممكن انا ابقى اضيفه وتلاقوه على طول على المتجر ده. وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنبدا نكمل بقى. ممكن نتكلم عن السوشيال ميديا، ازاي نربط السوشيال ميديا بما ان احنا بقى عندنا متجر بالحساب بتاعنا، او ان احنا ممكن نتكلم عن ازاي ان انت تضيف عروض على المتجر وهكذا. فتابعونا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.